قاعد في يوم ماسك الموبايل وبدور على أوضة عشان أجرها أو بيت أقدر أقعد فيه وأقسم الإيجار مع حد، ومش فارقة معايا يكون واحد ولا اتنين، المهم أحاول أوفر فلوس على قد ما أقدر. والموضوع ده خد مني أسبوع عشان ألاقي مكان مناسب ليا ماديا، وبعد مكالمات كتير وبحث أكتر لقيت المكان أخيرا. وكلمت صاحب البيت قبل ما أروح، وطلع صاحب البيت هو اللي هيعيش معايا وهو اللي هيقسم الإيجار بيني وبينه. ومن المكالمة حسيت إن هو راجل محترم، وتحس إن إحنا قريبين من بعض في السن. والمكالمة كانت عبارة عن إن هو عرفني على كل حاجة، المكان والعنوان بالظبط. وبعد ما خلصنا المكالمة كنت فرحان جدا، وابتديت أجهز نفسي ولميت الحاجة بتاعتي اللي ما كانتش كتيرة، وحطيت هدومي والباقي في الشنطة وحطيتهم في العربية بتاعتي، وابتديت إني أتحرك. المكان كان برا المدينة اللي أنا كنت عايش فيها، وأول ما وصلت للمكان ما كانش زي ما أنا كنت متخيله. كان عبارة عن بيت مبني من الخشب، وكان باين عليه إنه قديم جدا، بس قلت لنفسي مش مشكلة، خصوصا إن كانت الصور بتاعت البيت من جوه تبين إن كل حاجة من جوه جديدة. ابتديت أتحرك وسبت الشنط في العربية وخدت معايا الصندوق بس، ورحت وقفت قصاد الباب وخبطت. وأول ما الباب فتح ظهر قدامي مصطفى صاحب البيت، ودخلني وبدأ يفرجني على البيت اللي كان من جوه حلو جدا ونضيف، وشكله لسه متجدد من قريب. وبصراحة أنا كنت فرحان جدا بالمكان وباللي عامله مصطفى.